سلام عليكم، جايبه لكم النهارده الحل النهائي للقضاء على الهاموش والنمل اللي بينتشروا جدا خصوصا في فصل الصيف. في اقل من دقيقه هنعمل خلطه تجذب كل الهاموش بالشكل ده. كمان هنقضي على النمل تماما، وباذن الله بعد الطريقه دي مش هتشوفوا ولا نمله. قبل ما نبدا ما تنسوش تشتركوا في القناه لو اول مره تشوفوني، ولايك للفيديو عشان الكل يستفيد. هنحتاج بخاخه، استخدمت هنا بخاخه قديمه، وهنجيب ازازه من الصيدليه اسمها اكتو مصرين. دي بجد سحر يا جماعه، بتقضي على النمل والحشرات، وكمان آمنة جدًا لإنه أصلًا علاج للجرب زي ما هو مكتوب. هنفضّي الإزازة كلها في البخاخة ونكمّل الباقي مَيّة لحد الآخر بالشكل ده كده. هاقفلها بقى ونرجها شوية ونبدأ ناخد جولة سريعة كده في البيت ونرش منه ورا الأبواب وفي الركنات، ولو في كمان عند الدولاب، وحتى على السراير والأنتريه، حوالين التلاجة ووراها وحوائط المطبخ كمان، الباسكيتات طبعًا والحمام عند البانيو والبلاعة. يعني أي مكان بتلاحظي فيه نمل نرش فيه، ومش هتشوفي بعدها ولا نملة بإذن الله. ممكن نكرر الجولة دي كل شهر كده عشان نضمن اختفائه تماما. لفة سريعة في البيت مخدتش أكتر من 3 دقايق ضمنت لي إني أرتاح من النمل تماما طول فصل الصيف. البخاخة كبيرة وهتقعد معاكي، تقدري ترشي في أي مكان بعد كده وتكرري الجولة دي كل شهر. ودلوقتي بقى تعالوا نعمل الخلطة السحرية للقضاء على الهاموش والناموس. هنحتاج معيار مية ونص خل وصابون سائل. يعني أنا هنا استخدمت نص كوباية مية، هحط عليها ربع كوباية خل وربع من الصابون السائل، ومعلقة سكر كبيرة. السكر هنا لازم عشان هيساعد جدا في جذب الهاموش. وبس كده، حطي الكوباية دي بقى في أي مكان فيه هاموش، وأساسي طبعا المطبخ ساعات بيظهر فيه بسبب الأكل والقمامة كمان. ممكن نحط كمان في السفرة، لو في أطفال ابعديه عنه وحاولي تحطيه في مكان عالي. بصوا بقى جذب كل الهاموش ازاي، بجد تحفة. وده بعد يومين كمان لاحظتوا هنا الكمية قلت وكمية الهاموش زادت قوي. وصفة سهلة وسريعة ومكوناتها متوفرة عندنا كلنا. نقدر بقى نغسل الكوباية ونرجع نعمل الخلطة تاني. ولو كان عندك هاموش كتير وعايزة تتخلصي منه في وقتها، عندك مثلا ضيوف جايين وعايزة تتخلصي منه، ولعي بخور وفي ثواني هيكون طرده كله. أتمنى تكونوا استفدتوا، وما تنسوش بقى اللايك والشير، وسلام يا حلوين.